تعالى اقولك على سر الحلوانية اللي كلهم بيخبوه عليكي ومحدش بيقول عليه. انا في الحلو ماليش بديل، وفي شغلي ما بهزرش فيه. والكريمة المميزة بتاعتنا الكل بيحلف بيها، النهاردة هقولك عليها بسرعة. يلا ادعميها بلايك وبكلمة حلوة في التعليقات، مش هتحتاري فيها بعد كده. نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هاتي لتر من اللبن وعليهم 3 معالق كبار من النشا، عليهم معلقه واحده بس من السكر، عليهم معلقه كبيره من جوز الهند، وده اللي هيخلي طعم الكريمه في حته تانية خالص. كل ده على البارد واقلبهم مع بعض كويس جدا، وعلى البوتاجاز وايدي فيها باستمرار لحد ما تستوي وتبقبق معاكي كويس جدا، واركنها لحد ما تبرد، واجيب 600 جرام من الكنافه واكسر فيها بايدي كده لحد ما تتفتفت معايا خالص، واحط عليها 150 جرام من السمنه، واحط عليهم 3 معالق كبار سكر بودره، واهم حاجه السكر البودره احطهم معاه، واقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده لحد ما اغلف السمنه بالسكر مع الكنافه، واخلطهم مع بعض كويس جدا علشان يبقى كل حاجه طايلها السمنه، علشان لما اجي اعمله ديسك في قلب الصينيه يتبصم معايا بكل سهوله. ادهن الصينيه بتاعتي سمنه، واحط نص الكنافه اللي احنا عملناها احط نصها، والنص التاني بعد ما احط الكريمه اللي احنا عملناها في الاول. بس اوزع الكنافه بتاعتي في قلب الصينيه بالشكل ده بالتساوي. بعد ما سويتها كده ابصمها بقى بايدي كويس جدا، يا اما اجيب صينيه اصغر منها شويه وادوس عليها كويس جدا، تبقى عامله معايا زي الطرد، ويكون الاحراف بتاعتها ايه طايله الاحراف بتاع الصينيه شويه، علشان لما اجي احط الكريمه تكون عندي بارده. تمام. بصوا بقى، عايزه اقول لكم الكريمه بتاعتنا مميزه جدا. حطي معلقه جوز الهند او معلقتين على حسب ما بتحبي، هتوديلك الكريمه في حته تانية خالص، طعمها مميز جدا. واحط النص التاني بتاع الكنافه. تمام. واحط بقى اوزع عليه بالراحه كده، لان احنا حاطين الكريمه بتاعتنا بحبها سايله شويه، ما بحبهاش لما تبرد تكون ايه متماسكه قوي، لا انا بحبها سايله شويه، بالذات في الكنافه بتبقى خطيره. وادوس عليها بقى بالصاج برده كده، واحطها في قلب الفرن، ونعمل الشربات بتاعنا. كوبايتين 2 من السكر على كوبايه ميه، عصره ليمونه ومعلقتين عسل جلوكوز، يغلوا 5 دقائق وكده الشربات معانا جاهز. والكنافه بتاعتنا استوت. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، ما خدتش معانا وقت. عايزه اقول لكم قعدت في الفرن نص ساعه بس يا بنات، ما بتاخدش اكتر من كده. واحط شربات على الوش، واجيب صاج تاني واقلبه بقى. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، القاع احلى من الوش كمان، اللهم صل على النبي. وهنا كانت المفاجاه، عماله اقول يا رب ما تكسفني، وكانت فعلا بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم والله العظيم كانت مفاجاه حلوه قوي للولاد، وكانت خطيره جدا. وعايزه اقول لكم اللي يميز الكنافه بتاعتنا دي اللي هي بالكريمه، الكريمه نفسها لما تحط لها معلقه جوز الهند في الكريمه، عايزه اقول لكم ولا نكهه ولا اي حاجه، طبيعي كده رباني حاجه كده من الاخر. وعايزه اقول لكم الشربات بتاع الكنافه بيكون تقيل وبارد، هي تكون سخنه والشربات يكون بارد. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، تعالى اوريكم بقى اللحظه اللي الكل منتظرها. وعايزه اقول لكم لحظه ايه بقى، يعني الكل متشوق بطريقه فظيعه. الكريمه جوسي جدا وطعمها خطير بجد والله يا بنات. احسن حاجه في الكريمه تحط لها جوز الهند تخلي طعمها جميله. عايزه اقول لكم معلومه مهمه جدا، حط سكر بودره مع الكنافه علشان تكرمل معاكي بعد السوا، علشان لما تيجي تحط عليها الشربات ما تطراش منك. اشوفك على خير في فيديو جديد وفي امان الله.